ألف هلا ومرحبا بكم حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم جيتكم فيديو جديد، راح أحضر أنا وياكم إن شاء الله برياني دجاج ومرق فاصوليا خضراء وشوية من الروتينات، ونسولف شوية عن غلاء الأسواق وأسعار المواد والتجهيزات المدرسية. فهنا هسه أول شي راح نبدي نحضر وياكم البرياني. عندي أول شي الدجاج قطعته وخليته بالجدر، حمسته شوية بالزيت حتى تطلع الزفارية مالته كلها، وراها خليت له شوية كركم وملح وماء وعفته يستوي. هسه اجيت أحضر الحشوة. عندي بازاليا وجزر سلقتهم وبتيت قطعتها ونقعتها لمدة تقريبا ربع ساعة هيج، وبعدين قليتها. وآخر شي بلشنا نحضره هو الشعرية. هنا أنا عندي شعرية حمستها بالزيت لحد ما صارت بهيجي لون، ضفت عليها الكشمش وقلبتهم سوا، وضفت عليها شوية شكر وملح وبهارات برياني وماي، وخليتها تستوي على راحتها، وبعدين ضفتها فوق الحشوة الباقية وصارت عندي بهالشكل هذا. تمام، فالشي كلش طيب، جربوها. أصلا هيجي وحدها كل شوي ناخذها شوك وناكل من عندها هالقد ما طيبة. وآخر شي حضرت وياكم البرياني، التمن البرياني. هنا أنا عندي تمن غسلته بسمتي، ضفت له بهارات برياني وملح ومي، وخليته لحد ما نشف المي مالته، وراها هدرته بالمهدارة. جربوها حبايب، هاي الطريقة كلش طيبة. تمام، وراها بلشت أحضر مرق الفاصوليا الخضراء. عندي هنا ثوم وبصل حمستهم زين، خليت عليهم الفاصوليا أنا مقطعتها بهالشكل هذا، وخليت وياهم حبة من الفلفل الحار وحدة، لأنها كلش حار، موجود عند كل أهل البهارات اللي يبيعون البهارات. حمستها، خليت أول شي ذب المي مالتها الفاصوليا على راحتها، وراها خليت شوية مي على مود تكمل الاستواء مالتها، وبعدين حمستها بالمعجون وخليت لها مي وشوية حامض وملح. تمام، وعفتها على التهدير تقريبا 3 ساعة إلى نصف ساعة، وحتكون جاهزة عندكم. هنا أنا حبايب بلشت أحضر الغداء. هنا خليت التمن، شوفوا شون حبايته نثرية، مع أنه أنا سويته يعني كبس مو بزل، حباية ما تتخبل. بهالطريقة هاي كلش طيبة راح تطلع. وضفت فوقها الحشوة، وانتو تقدرون تحضرون يعني بكيفكم باقي الشغلات، مثلا الطرشي، زلاطة، تسوون لبن، تمر، يعني هاي حبشكلات مال السفرة. راح يصير عندكم أطيب غدا حتى للعزايم، للتوزيعات، وبكل شي راح، يعني هاي طريقة كلش حلوة واقتصادية، بنفس الوقت اقتصادية، يعني راح تفيدكم. لأنه هنا أنا الدجاج يعني ما عفته قطع، فلسته تمام، وخليته ويا الحشوة، وزيدت عليها البهارات، وزيدت عليها شوية الملح. تمام، لحد ما يعني صارت بشكل معتدل. فكلش هاي الطريقة راح توفر لكم، يعني بدل ما تسوون 3-4 دجاجات، فتو دجاجة ونص أو دجاجتين، فراح تغنيكم، وراح أسوي لكم كمية كلش هواية، تقدرون بالتوزيعات، تقدرون بالعزايم هميناته. وهذا كان غدانا، وألف عافية علينا وعليكم حبايب، وإن شاء الله عجبتكم هاي الطرق اللي ذكرتها لكم. وورا ما كملنا الغداء أكيد هدرت الشاي، وشربنا استكان شاي وكملنا، ووراها نبلش بالتعزيل والتنظيف ورا الغداء. فهنا أنا حبايب أنا دا أغسل لماعين، قلت يعني نسولف أنا وياكم شوية، أخذ رأيكم شوية بموضوع تجهيز المدارس. فحبيت يعني أخذ فكرة اللي يجهزها، وإنه يذكرولي يعني شنو الشغلات اللي أخذوها، الشغلات يعني الشغلات المهمة اللي يحتاجها الطالب. يعني الأسعار مالتها، ذكرولي الأسعار، ذكرولي الأماكن اللي مسوية شوية تخفيضات وشغلات حلوة منزلين، وشغلات هيك غريبة. مع أنه أنا يعني هواية شفت يعني أكثر من بيج شفتهم، أسعارهم كانت يعني شوية مبالغ بيها، كأسعار جنات، كأسعار أحذية، كأسعار تكرمون أحذية وصداري. فكانت الأسعار كلش مبالغ بيها، يعني مرات أنا يعني أقعد أفكر أقول إنه دا عائلة عندها أكثر، يعني أكثر من طفل،
يعني طفلين 3. البنات راح يكون مصاريفهم أكثر. يعني صدرية ذكر بوقتها كان ناشر ب60 ب65 جنط، 100 وشوية 85. زين يعني صح اكو شغلات زينة واكو شغلات مو زينة، يعني الواحد يقدر يختار الشغلات اللي تناسبه، بس بنفس الوقت يعني احس الاسعار هاي كلش مبالغ بيها. يعني هي جنطة يعني مو ذاك الشي ما تسوى، يعني مو براند او شي، لا، كله استيراد من هذا الصيني والتركي، وبضاعة جدا رديئة. وأكيد ما أعمم أني كل البيجات، لا، بس أكو هواي بيجات شفتها يعني كنت دا أحب إنه أوصل ابني، فأسعارها كانت كلش مبالغ بيها. فأريد منكم يعني نصيحتكم إنه بيجات، أسعار، شغلات. وإذا يعني ما لقيت شغلات بالبيجات إن شاء الله حروح البغداد جديدة قريبة علي إن شاء الله، وهميناته بوقتها حصور لكم فيديو إن شاء الله عن تجهيزات المدارس، أشوف شنو أخله، شنو موجود. شوية الأسعار هناك تكون مناسبة، يعني على 15 على 20 25، يعني شوية بيها مجال. بينما يعني 60 و80 يعني أكو عوائل هواية ما تقدر، يعني أكو يعني أبو البيت يكون كاسب، أكو أصلا ما عندهم دخل، يعني يا دوب لو يحصل له إيش كم فلوس، لو ما يحصل يعني يا دوب معيشتهم، فيقعد يشتري صدري. زين هو أدري يعني الطفل ما راح يقضي السنة كلها بهالقميص أو بهالصدرية هاي، لا، أكيد لازم يغير أكثر من صدرية، يعني أكثر من حذاء، بنطلون، فيحتاج أقل شي في التغييرات 2 يعني سيتين. فهيك يعني شلون حيقدر هذا؟ يعني صح هي مرة بالسنة، بس هم تكلف هواية. يعني أكو ناس هاي المرة بالسنة هي أصلا ما عندهم، تمام. فيعني ما أعرف يعني حتى قبل رمضان قبل الحج، يعني أكو هواي أمور تصير عليها غلاء، ما أعرف استغلال يعني للوضع، أو هي الناس يعني ما أعرف قابلة. فحبايب مثل ما قلت لكم ذكروا لي بيجات، ذكروا لي شغلات عندها تخفيضات وأسعار حلوة، وقولوا لي إيش قد صار يعني حسب الأطفال اللي عندكم إيش قد كلفكم التجهيز المدرسي. واللي وصل لهنا أتمنى ما ينساني بلايك وتعليق ويدعمني، يشارك لي القناة حتى نكبر بيكم وبوجودكم حبايب. وإن شاء الله أحاول كل فترة إنه أطرح لكم موضوع يعني نقدر نتناقش بيه بالتعليقات وشي، ونشوف وجهات النظر، نشوف آراء الناس، حتى الكل يستفاد، أني وأنتو إن شاء الله تستفادون. كل فترة نحاول نطرح لنا فد موضوع، وإذا أنتو عندكم موضوع تحبون أحكي بيه يعني فهميناته كتبوا لي إياه بالتعليقات، حتى إن شاء الله أحاول إنه أبحث عنه وأسوي لكم عليه فيديو حتى أنتو تستفادون وإحنا نستفاد. وصلوا على النبي. وإن شاء الله الفيديو عجبكم، إن شاء الله كنت خفيفة ظل عليكم. هنا أنا حبايب قلت لكم مرة ما كملت، غسلت المواعين، رتبت المطبخ، عدلت. وراها حبايب، ورا هذا التعب والطبخ أكيد لازم نرتب نفسنا وما ننسى نفسنا حتى تنطينا طاقة إيجابية شوية. ولهنا حبايب أقولكم مع السلامة، وأعوفكم في حفظ الرحمن ورعايته.